السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في مطبخ وتدابير حواء. ان شاء الله في هذا الفيديو نلقى حباباتي كامل مهنيين ومتفائلين. اليوم الشيرات جبت لكم حلوة العيد، حلوة الصنيوة. تجيكم شيرات سهلة ماهلة بمقادير مضبوطة اقتصادية. راكو عارفين شيرات حواء تحوس لكم غير على الوصفات الاقتصادية اللي ما تكونش تكلف وتجيكم بنينة. هاد الحلوى شيرات سهله مهله، تجيكم خفيفه هشيشه تذوب في الفم، والذوق تاعها شيرات في غايه الروعه. قبل ما نشوفوا محتوى لا فيديو نصلوا كامل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبيبتي لكي تشوفي لا فيديو لاول مره فضلا وليس امرا انك تشرفيني وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديدي. حبيباتي هاد الحلوى غير مكلفه، تجيكم خفيفه تذوب في الفم، وصدقوني شيرات تخرج لنا كميه الله يبارك. وشوفوا يجوا فيها طبقات شابين، والضروري شيرات على وقفه تحضروها. نتمنى لكم شيرات فرجه ممتعه. نبدأ بسم الله على بركه الله. هنا الشيرات نحتاج 2 حبات بيض. صدقوني شيرات هاد الوصفه سهله ماهله وعلى وقفه نحضروها وغير مكلفه. جربوها الشيرات ان شاء الله في هذا رمضان. نزيدو هنا الشيرات مغرف معمره مليح تاع لافاني. نضيفو هنا عطر الليمون، لاغوم تاع الليمون، واللي عندها عصير ليمون وعندها قشور الليمون تضيفهم. نخلطوا غايه الغايه. هنا الشيرات ما نحتاجو لا باتور لا والو، غير بالخلاط اليدوي. وحنا وجدنا الوصفه تاعنا. هنا نحتاجو نص كاس سكر يكون عادي، ونص كاس زيت، نص كاس سكر ونص كاس زيت، 2 حبات بيض. ما تنساوش الشيرات قرصه الملح. وهنا ضروري الشيرات تخلطوا غايه الغايه حتى السكر تاعكم يذوب ويتخلط غايه السكر مع الزيت. نضيفو هنايا 2 مغارف معمرين مليح نتاع مايزينا، هي اللي تعطيها خفه وتعطيها هشاشه. 2 مغارف معمرين مليح مايزينا، ونخلطو غايه الغايه. والشيرات راني دايره تاني في القناه عده وصفات تاع حلويات وكاع. اللي بغات تشوف الوصفه غادي تلقاو الرابط اسفل الفيديو. وانتم حباباتي خيروا الوصفه اللي تساعدكم. اليوم جبت لكم هذه الوصفه سهله ماهله واقتصاديه وعلى وقفه تحضروها. نجمو تدوها معكم تاني في حفلات الخطوبه، علاش لا؟ تبغي زعما هكا تديها لجارتك ولا تاني تجي شابه. سهله ماهله وتخرج لكم كميه الله يبارك. هنا دات لي كاس فرينه، ونزيد باكي خميره الحلوى وزن 10 غرام. ودائما نصيحه للمبتدئات، دائما خلطوا الخميره نتاع الحلوى مع الفرينه، ولازم تغربلوا الفرينه تاعكم باش تعطيكم خفه. هنا نستعملوه باليد باش نعرفوا القوام اللي رانا نحوسوا عليه. ونصيحه للمبتدئات دائما نقولها لكم حباباتي، هما اللي يعرفوا الله يبارك عليهم، دائما نقول لكم الفرينه ديروها غير بشويه وتلموا الحلوى تاعكم هكا غير برؤوس الاصابع وهكا بشكل دائري بهذه الطريقه. ونزيدوا الفرينه غير بشوي. انا الشيرات دات لي 2 كيسان فرينه. هذه العجنه الاولى، خاطر غادي نديرو 2 عجنات. هنا نلمو غير برؤوس الاصابع بهذه الطريقه، ونزيد شويه. دات لي 2 كيسان نتاع فرينه، والكاس الثالث غادي نزيده غير بشويه. وكل وحده تعرف الفرينه تاعها. كاين فرينه اللي تشرب السوائل وكاين فرينه اللي ما تشربش السوائل. ودائما الشيرات نقول لكم شوفوا باليد الناشفه بهذه الطريقه. مزيان راني ما سرحتش الفيديو باش تعرفوا القوام اللي نحوسوا عليه بهذه الطريقه. لازم تكون العجينه نتاعكم طريه، وإلا قد تكون تلصق شويه في اليد، لازم تكون تلصق شويه في اليد الشيرات ضروري. نديروها في بورصه تكون نظيفه.
دوك هكا قاع تلصق في اليد مع لي شيرات. حنا من بعد غادي نولو نعاونو خدمتنا بالزيت هكا ضروري باش تجيكم خفيفه وتذوب في الفم. لو كانت كتروا لها الفرينه تخرج لكم طورنو، تولي حلوه الطابع. دروك نروحوا للعجنه الزوجه. نديرو هكا على السريع 2 حبات بيض، نص كاس سكر، نص كاس زيت. نديرو نص كاس سكر ونص كاس زيت ونخلطو غايه الغايه حتى نشوفو السكر تاعنا داب مليح. ونزيدو مغرف نتاع لافاني. هنا غادي نديرو كاكاو هي اللي تزيد تنكه لنا. نخلطو غايه الغايه حتى تشوفوا السكر تاعكم داب مليح والزيت تخلط معاها مليح. وهنا نخلطو غايه الغايه حتى نشوفوا كلش داب. نزيدو 2 مغارف نتاع مايزينا كيما درنا في العجنه الاولى نديرو في العجنه تاع الشوكولا. وهنا الشيرات ضروري تكونوا خيرتوا نوعيه الكاكاو تكون شابه. نديرو 2 مغارف معمرين مليح تاع كاكاو. وباش تعرفوا الكاكاو تاعكم شباب كي تروحوا تشرو لازم تشموا فيه ريحه الشوكولا. الا ما كانتش فيه ريحه الشوكولا غير ما كان له تشروه، خاطر اذا شريتوا كاكاو ماشي شابه راكو تضيعوا كامل الوصفه. هنا نديرو كاس تاع فرينه، درنا 2 مغارف كاكاو وكاس فرينه، ونزيدو باكي خميره الحلوى وزن 10 غرام كيما درنا في العجنه الاولى. هاد الوصفه الشيرات انا ما نستغناش عليها دائما كل ما تكون عندي هكا نبغي نبارك بيها ولا نبغي ندير هاد الوصفه سهله ماهله وتجي شابه. ودائما نقول لكم الشيرات ما تحكموش على الحلوى تاعكم حتى وين تكملوها وتزينوها وديروا لها البابي تاعها وتكملوا عاد باش تبان الحلوى تاعكم. ديروا لها لي كيسات وتكملوا لها الزواق تاعها عاد باش تحكموا على الحلوى تاعكم. هنا نلموا بالفرينه غير بشويه، غير برؤوس الاصابع حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه وتكون تلصق شويه باليد. ودائما نقول لكم شوفوا باليد الناشفه ماشي باليد اللي تكونوا تعجنوا بها، لازم تحصلوا عليها بهذا القوام. خاطر الا شفتوا باليد اللي تعجنوا بها تكون هكا معمره فرينه وكاع تقعدوا تزيدوا فرينه تجيكم العجينه تاعكم قاصحه. هذا هو القوام، لازم تكون ناقصه تكون طريه. وهنا دات لي كاس ونص تاع كاس وزوج كيسان فرينه ناقص مغرف صغيره ناقص مغرف كبيره. ها هي العجينه الاولى تاعنا. وهنا دائما نستعملوا الزيت هكا باش العجينه تاعنا راهي طريه وراها تلصق في اليد. نديروا الزيت هكا باش نلبسوا العجينه تاعنا بالزيت نجموا هكا نتحكموا بها. دروك نديروا 4 كرات يكونوا قد في متساويين في الحجم. ديروا 4 كرات. هاد الطريقه الشيرات تجيكم سهله. كاين طريقه واحده اخرى نتاع نديروا العجينه الاولى مع العجينه الزوجه ونقعدوا نطووا فيها. انا خممت في المبتدئات قلت ندير لكم هذه الطريقه تجيكم سهله ماهله وما تجيكمش صعيبه ويجوا الطبقات باينين. دروك هنا نديروا 4 كرات. هاد الطريقه شيرات سهله ماهله زعما اي وحده هكا مبتدئه تجربها تنجح معاها. هي كاين طريقه نتاع ديري عجنه نتاع الشوكولا فوق العجنه الاولى تاع لافاني وتبدي تطوي عده طويات. تخافي هذيك تجيكم صعيبه، قلت ندير لكم هذه الطريقه سهله ماهله. وراني دايره الشيرات في القناه عده وصفات تاع كيما هكا اللي درتهم تاع الكروكي تاع حلوه العيد وكاع غادي تلقاو الرابط اسفل الفيديو. وانتم الشيرات خيروا الوصفه اللي تساعدكم. هنا العجينه نتاع السيترون ولا تاع لافاني نديرها فيها لافاني والسيترون ثاني هي ندهنوها غايه بالزيت ونديروا 4 كرات تما 4 كرات نتاع الشوكولا و4 كرات نتاع اللافاني. وهنا الشيرات تبغوا تنكهوها غايه بالليم نكهوها غايه بالليم تجيكم شابه. العجنه الاولى لازم تكون كاكاو، نعاودو نديرو لافاني، نعاودو نديرو تاع شوكولا كيما هذه،
وحده شوكولا وحده لافاني، وحده شوكولا وحده لافاني، حتى نكملوا كامل الكرات اللي عندنا بهذه الطريقه. هاد الطريقه الشيرات سهله وما تديلكمش الوقت. نعاودو نزيدو وحده شوكولا ونعاودو نزيدو وحده لافاني. هنا شيرات حتى لا تقطعت لكم العجينه ما تخافوا منها، ما تقلقوا ما والو، من بعد غادي الطبقات يولوا يبانوا علامه. نعاودو نزيدو الطبقه الزوجه التاليه نتاع الشوكولا، والطبقه تاع لافاني هي اللي تجي من الفوق بهذه الطريقه. وراكم تشوفوا الشيرات قبل ما نحطوا الكرات نتاعنا درت بورصه تكون نظيفه هي الاولى باش نرفدوا بها العجينه نتاعنا، باش كي نجيو نرفدوها ما تجيناش صعيبه. لازم ديروا البورصه من التحت هكا باش كي تجيو ترفدوها تجيكم سهله. ونديروا الكرات نتاعنا ونخالفوا بيناتهم، وحده شوكولا وحده لافاني، وحده شوكولا وحده لافاني، والوجه الفوقاني لازم تكون لافاني كيما هكا. دروك نديروا البلاط تاعنا. انا البلاط تاعي الطول تاعه 30 على 40، دهنته غايه بالزيت ودرت له ورقه طهي. شوفوا هكا كي ترفدوه بالبورصه تجيكم سهله، راكم تشوفوا كيما هكا. دروك غادي نقلبها بهذه الطريقه، طريقه سهله ماهله يجيكم خفيف والخدمه تجيكم سهله. الشيرات دائما نستعينوا بالزيت ونبدو نقرصوا في العجينه نتاعنا في الحلوى تاعنا غير هكا غير بشويه. وكما قلت لكم في الاولى لازم العجينه تاعكم تكون تلصق شويه في اليد، اذا كثرتوا لها الفرينه راه تخرج لكم طورنو وتجيكم قاصحه. بهذه الطريقه تجيكم خفيفه وتدهنوا يدكم بالزيت وتمشوها على كامل البلاط تاعنا. دروك نتقبها غايه الغايه بالفرشيطه باش ما تطلعليش بزاف في الكوشه، ونديرها في الفرن. ديجا راني سخنته من قبل على 180 درجه، تاخذ لون ذهبي، ما تديش الوقت بالخف تتحمر. ونزينوها تزيين ساهل ماهل بسيط. وصدقوني الشيرات هاد الوصفه قد ما هي سهله قد ما هي بنينه. درناها في الفرن على 180 درجه مده 15 دقيقه كانت طايبه معنا. هنا درت 200 غرام شوكولا بيضه، نديرها هكا نطليها على الكيكه تاعنا ولا الحلوى تاعنا. واللي ما بغاتش دير شوكولا بيضه تنجموا الشيرات ديروا الفوندون ولا الطليه تاني، كل وحده دير كيما تبغي. وتنجموا تاني ديروا شوكولا تاني، شوكولا للطلاء تاني تنجموا ديروها تجيكم تاني سهله. انا بغيت نديرها لكم هكا بطريقه سهله ماهله ما تديش الوقت. درت شوكولا بيضاء من الفوق واختاريت نوعيه ضاضه انا تعجبني الشيرات زادتها بنه. ذوبت 200 غرام شوكولا ضاضه على حمام مائي. وضروري الشيرات كي تكونوا تذوبوا فيها الشوكولا تاعكم ما تكونش تتلامس الماء باش تذوب لكم، وما ديروا لها حتى اضافات. وهنا ذوبت شوكولا سوداء هكا درت بها خطوط، ومن بعد نديروا خطوط مائله هكا غير بالسكين ولا بكيردون ولا، ونتحصلوا على الشكل الساهل ماهل شكل ميلفاي. تجي شابه شيرات بسيطه ما تديلكمش الوقت ويجي الشكل تاعها راقي. والاهم شيرات تجي تذوب في الفم وغير مكلفه. بهذه الطريقه نديرها في الثلاجه تبرد ومن بعد نقطعوها. انا قطعتها شيرات مكعبات، اللي بغات ديرها مقرودات كل وحده تقطعها بالطريقه اللي تساعدها. هاي لهنا بعد ما زيناها دوك نديرها تبرد ومن بعد نقطعوها ونديروها في الكيسات ونتحصلوا على احسن حلوى سهله مهله تذوب في الفم وتجي الله يبارك. شوفوا كي قلت لكم شيرات ما تحكموش على الحلوى تاعكم حتى تشوفوا الشكل النهائي. صدقوني الشيرات تجي خفيفه تذوب في الفم. شوفوا الطبقات الله يبارك يبانوا علامه، يبانوا طبقات باينين بطريقه سهله، تزيين سهل. الشوكولا زادتها بنه وكل وحده دير الطليه اللي تساعدها. ان شاء الله حبيباتي تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم ويكون عجبتكم الحلوى تاع اليوم. شوفوا هنا غادي نقسم لكم حبه، شوفوا الطبقات الله يبارك. وصدقوني الشيرات تجي تذوب في الفم
وتنجموا الشيرات هاد الوصفه تدوها معكم للخطوبات للزيادات. ان شاء الله الشيرات تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، وإلا عجبتكم ما تنساوش الشيرات كثروا اللايكات، ما تنساوش تشتركوا على صفحه تاع الفيسبوك مطبخ وتدابير حواء. شنو نقول لكم شيرات، صحه فطوركم وصحه سحوركم، ونخليكم في رعايه الله وحفظه، والى الملتقى بحول الله.